لإقصاء الجزائر في جوائز الكاف بطريقة غريبة وغريبة جدا. وهل علينا الآن أن نقاطع حفل جوائز الكاف؟ نيفو با تاع الكاف هذا ماهوش مستوى. حشومه عليك الكاف، علاش ما رشحتيش الجزائر للجوائز ديال الكاف؟ رشحتي غير المغرب. حشومه، راه الجزائر هي اللي دارت كاس العالم. نخليكم مع الشكوى والبكا ديال الاعلام الجزائري. ما تنسوش دائما الاعجاب والاشتراك، فرجه ممتعه. بقاو مع الكاف وفضائح الكاف. نتنقل مباشرة لإقصاء الجزائر في جوائز الكاف بطريقة غريبة وغريبة جدا. حتى الأمر أصبح مضحك للغاية. هل أصبحت جوائز الكاف مضحكة بعد إبعاد عمورة والجزائر من العديد من الجوائز؟ شيء غريب وغريب جدا ستكتشفونه في هذه الصور. هل عمورة هداف التصفيات في المونديال ونجم فريق فولسبورغ لا يستحق أن يكون مع هذه الأرماضة من اللاعبين المتواجدين؟ أعطينا صور جوائز الكاف المضحكة صراحة. هادو لاعبين، أحسن اللاعبين سواديزون لهذا الموسم، لاعبين لم يبرزوا لا مع نواديهم ولا مع منتخباتهم. صراحة أمور تبقى غريبة وغريبة جدا. فيه لاعبين كما لاعب تاع الأرديسي الكونغو الديمقراطية، تأهلت الأرديسي إلى نهائية كأس العالم، لم تتأهل. كيف تتواجد في منافسة مع السنغال؟ نعم، في منافسة مع السنغال. ثلاث لاعبين أو زوج لاعبين مغاربة. فيكتور أوسيمان النجم النيجيري الذي يلعب في غالاتا سراي في تركيا وليس في بطولات أوروبية. محمد صلاح طبعا، وغياب محمد لامين عمورة، شيء غريب وغريب جدا. أعطينا الموضوع الثاني أو المحور الثاني في جوائز الكاف وحتى نضحك كثيرا هذه المرة. أعطينا صور، باقي الصور من فضلك سيدي المخرج. نروحوا لأحسن المدربين. أحسن المدربين الجزائر متأهلة، هزيمة واحدة لبيتكوفيتش، غير متواجد مع أحسن لبرص. مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل من جديد في هذه القناة المتواضعة التي نتناول فيها العديد من المواضيع الرياضية المختلفة. شفنا الآن المرشحين لجوائز ديال الكاف. المغرب يسيطر طولا وعرضا على هذه الجوائز، ليس لأن المغرب يتحكم في الكاف أو يعني ينهج سياسة الكولساء أو كما يقول بعض الإعلاميين الذين في عقولهم وقلوبهم مرض، بل هذا نتاج لكل النتائج التي حققها المغرب على المستوى المنتخبات في جميع الفئات السنية وكذلك في الأندية. شفنا بداية أشرف حكيمي اللي هو المرشح الأول للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية، عطفا على ما قدمه مع باريس سان جيرمان، مستوى خرافي، وترشيحه للكرة الذهبية العالمية. كيف لا؟ بطبيعة الحال غادي يكون مرشح للكرة الذهبية الإفريقية. شفنا كذلك ما قدمه في الأولمبياد، وعطفا على ما قدمه في هذه السنة مع المنتخب المغربي الأول. وكذلك شفنا نهضة بركان يستحق الفوز بجائزة أحسن فريق. شفنا كذلك المدربين المغاربة اللي حضروا بقوة عاطفا على ما قدموه مع المنتخبات ديالهم. شفنا حضور وهبي بالرغم من أنه مع ليكيب الأقل من 20 سنة ودا كاس العالم بطبيعة الحال، وهذو كيقولوا علاش كاين هو المنتخب أقل من 20 سنة. أمر غريب جدا. هذا المدرب صنع الإعجاز بطبيعة الحال، غادي يكون متواجد برفقة طارق السكيتيوي اللي صنع كذلك الحدث التتويج بالبرونزية كأول مدرب عربي يفعل ذلك وكأول مدرب إفريقي يفعل ذلك. يعني الحضور ديال وكذلك المليوي المرشح الجائزة أحسن لاعب على حسب أنه توج هداف مع نهضة بركان وكذلك مع المنتخب المحلي. كل هذه الأشياء يعني حضور اللاعبين المغاربة والمدربين، فهذا أمر عادي جدا، ولا أعرف الضفة الأخرى لماذا تشتكي وتبكي. هذا أمر غريب جدا. واش احنا الحضور ديال الجزائريين هو العادي؟ بطبيعة الحال الجزائريين ما حققوا حتى شي حاجة. المهم نشوفكم في الفيديو المقبل باش تناولوا مواضيع أخرى، كأس العرب، كأس أفريقيا والعديد من المواضيع. ما تنسوش دائما الإعجاب والاشتراك. شكرا لكم.